أختم لكم يا إخوة بهذه القصة العجيبة، ذكرها بعض الكتاب ويقول أنها قصة واقعية حقيقية حصلت في أرض باكستان. كان فيها طبيب وجراح ماهر شهير يقال له الدكتور إيشان، اسمه الطبيب إيشان. هذا الطبيب كان جراحا ماهرا وطبيبا شهيرا، حتى من حذاقته ومهارته وشهرته أرادت الدولة أن تكرمه، فصنعت له مؤتمرا عالميا تكريميا، لكن في بلدة أخرى غير البلدة التي هو فيها. فالمهم ذهب وركب على الطائرة ليذهب إلى ذلك المؤتمر التكريمي. فبينما هم في الطائرة في الهواء ضربت صاعقة تلك الطائرة، فأعلن قائد الطائرة بأن الطائرة قد تعطلت ولا يمكن أن تواصل السير إلى المكان المطلوب، أو أنها ستهبط في أقرب مطار. فنزلوا في أقرب مطار، فنزل ذلك الطبيب كالمجنون يصرخ على الموظفين ويقول: أنا الطبيب إيشان، أنا الدكتور إيشان، الدقيقة الواحدة عندي تساوي حياة الناس. يعني يقصد أنه أن الناس بحاجة إليه ولا يمكن أن يتأخر، وعندي مؤتمر بعد 4 ساعات. فقال له أحد الموظفين: أيها الطبيب، هذه الطائرة ما ستتحرك من هذا المطار إلا بعد 16 ساعة، ولكن بينك وبين البلدة التي تريدها 3 ساعات، استأجر لك سيارة واركب عليها وانطلق. فحقيقة ذهب واستأجر سيارة وانطلق في الطريق يريد البلدة التي سيصنع له فيها المؤتمر التكريمي. بينما هو في الطريق تلبدت الغيوم وهبت الرياح والعواصف وهطلت أمطار شديدة، حتى تيقن ذلك الطبيب بعد 2 ساعات من السير أنه قد ضل الطريق، يعني أخطأ الطريق، خلاص سيقن بأنه ضل الطريق ولا يستطيع أن يواصل السفر. فقال في نفسه: أنزل في أقرب مكان كي أستريح حتى يهدأ المطر، ثم أواصل السير أو أرجع إلى بلدي. المهم وجد بيتا صغيرا فنزل فيه، طرق الباب ففتحت له امرأة عجوز وأم كبير، فرحبت به وسهلت وأدخلته إلى البيت وأعطته الطعام والشراب والشاي والدفاء، ثم تركته مع الطعام وقامت إلى مصلاها، إلى مكان الصلاة، قامت تصلي. وكانت كلما صلت 2 ركعتين رفعت يديها وتدعو بدعاء خفي، ما يدري هذا الطبيب بماذا تدعو هذه المرأة، لكنه تنبه أن هناك طفل صغير ينام على فراش وهو مقعد لا يستطيع الحركة. وكانت المرأة العجوز كلما صلت 2 ركعتين ودعت الله هزت ذلك الطفل قليلا. فلما انتهت من صلاتها وهو يتعجب لأمرها أراد أن يشكرها على جميلها وإحسانها ومعروفها، فقال: جزاك الله خيرا يا أمه على ما أحسنت إلي، وإني لأرجو أن الله عز وجل يستجيب لك كل دعوة تدعين بها في الصلاة. فقالت تلك المرأة العجوز: يا بني، أنت رجل غريب وعابر سبيل، وإني قد دعوت الله عز وجل بكل دعوة فاستجاب إلا دعوة واحدة. إلا دعوة يا شيخة واحدة. فتعجب ذلك الطبيب فقال لها: وما هذه الدعوة التي لم تستجب لك إلى الآن؟ قالت: إن هذا الطفل الصغير الذي ينام على هذا الفراش هذا حفيدي، قد مات أبوه وأمه، وإنه مصاب بداء عضال، داء يعني مرض خطير، وإنه مقعد على الفراش، وقد عرضته على جميع الأطباء في هذه البلدة، وأكد لي جميعهم أن هذا المرض في هذا الطفل لا يستطيع أحد أن يعالجه إلا طبيب واحد يقال له الدكتور إيشان، وإنه في منطقة بعيدة من بلدتي هذه، وأنا امرأة فقيرة وامرأة عجوز، وإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل لهذا الطفل أن يعالجه الطبيب إيشان. الرجل انصدم يا أخوة، هذا الطبيب انصدم وتأثر من كلام المرأة حتى بكى. أتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: يا أمه، إن الله سبحانه وتعالى قد ضرب الصواعق في السماء وعطل الطائرات وهب الرياح ولبد الغيوم وأنزل الأمطار وساقني إليك، أنا الطبيب إيشان، أنا الطبيب إيشان. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء،